بيان إلى الرأي العام بخصوص اعتقال صحفيين وصحفيات في مدن تركيا. منذ 17 من نيسان تقوم السلطات التركية بهجمات الإبادة ضد مناطق زاق، متينة وآفاشين للسيطرة على المناطق المذكورة. تقوم بما في وسعها وتستخدم كل طاقاتها، ووصل بها الأمر إلى استخدام الأسلحة الكيميائية والأسلحة النووية التكنيكية وبعض أنواع الغازات السامة المحرمة دولياً. المشاهد التي يتم مشاركتها من تلك المناطق تثبت للعيان مدى الهمجية وتجاوز كافة المواثيق والأعراف الدولية ذات الصلة باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً التي تقوم باستخدامها السلطات التركية. وبمجرد مشاهدتها يتضح للعيان مدى الانتهاكات التي تصل إلى جرائم حرب، ويجب أن تحاسب عليه السلطات التركية بموجب القانون الدولي. وتقوم الوسائل والمؤسسات الإعلامية الحرة بنشر تلك المشاهد، وهي على إثرها عددا من الصحفيين والصحفيات العاملين والعاملات في وكالتي ميزوبوتاميا والجن نيوز. وقامت السلطات التركية أثناء الاعتقال بتكبيل الصحفيين والصحفيات وتركوا على الأرض لفترة طويلة. ويتعرض الصحفيون والصحفيات دائما لحملات اعتقال جماعية، كان آخرها في 8 من حزيران، حيث اعتقل 20 صحفي وصحفية كرديا من منازلهم في سلسلة مداهمات شهدتها ولاية آمد ذات الأغلبية الكردية جنوب شرق تركيا. وعليه فإننا في اتحاد الإعلام الحر والمؤسسات الإعلامية العاملة في شمال وشرق سوريا ندين ونستنكر بأشد العبارات اعتقال 11 من رفاقنا الصحفيين والصحفيات، حيث كانت الغالبية منهم من النساء الصحفيات في شمال كردستان. ونقول للرأي العام: إذا استطاعت الدولة التركية اعتقال الصحفيين والصحفيات واحتجزت أقلامهم ومعداتهم، فنحن بدورنا سنقوم بفتح الانتهاكات الصارخة التي تقوم بها السلطات التركية من استخدامها للأسلحة المحرمة دوليا. ونناشد جميع المؤسسات والمنظمات الدولية المهتمة بالشأن الصحفي والعمل الإعلامي أن تقوم بواجبها لحماية زملائنا الصحفيين والصحفيات الذين تم اعتقالهم من قبل السلطات التركية، وجميع معتقلي ومعتقلات الرأي في السجون التركية. ومن هنا نقول لهم: عليكم بالضغط على السلطات التركية للكف عن هذه الانتهاكات والتجاوزات. اتحاد الإعلام الحر والمؤسسات الإعلامية العاملة في شمال وشرق سوريا، قامشلو، 26/10/2022.